مقاومة الأنسولين كارثة بتهدد صحتك، وبتكون هي البداية اللي بتسبق أمراض كتير زي البري دايابيتس اللي هو ما قبل السكري، واللي بيتحول بعد كده للديابيتس اللي هو مرض السكري. بيكون مصاحب ليها كمان كوكتيل أمراض ليهم علاقة ببعض. بس لحسن الحظ في حاجات ممكن تعملها تقدر تحسن من الحالة أو حتى تقضي على مقاومة الأنسولين تماما، وده بقى اللي هنتكلم عليه النهاردة. مقاومة الأنسولين بتحصل لما الخلايا بتاعة الكبد والدهون والعضلات يكونوا مش مستجيبين للأنسولين. طب هما المفروض يستجيبوا ازاي؟ المفروض لما مستوى السكر بيعلى في الدم البنكرياس بيطلع انسولين، والانسولين بياخد السكر الموجود في الدم ده ويخزنه في الخلايا دي اللي هي الدهون والعضلات والكبد. في حالة مقاومة الانسولين بقى الخلايا دي بترفض تستجيب للهرمون في انها تخزن السكر جواها. طيب ولما الخلايا دي ما تستجيبش للانسولين ايه اللي بيحصل؟ البنكرياس بيحاول يطلع انسولين اكتر عشان يحاول يدخل السكر من الدم للخلايا دي بالعافية، وده عشان لو السكر فضل عالي في الدم لفترة طويلة هتبقى دخلت في مرحلة البري دايابيتس او ما قبل السكري، اللي وراها على طول بتكون مرحلة ان انت جالك السكر خلاص. وعشان بقى نعرف نعالج مقاومة الانسولين لازم نعرف بعض الاعراض لمقاومة الانسولين علشان هتكون هي المفتاح للعلاج. وبعض الاعراض دي بتتضمن الجناب، خصوصا لو محيط خصرك اكبر من 40 انش بالنسبة للرجالة و35 انش بالنسبة للسيدات. الضغط العالي، لان ضغط الدم بيعلى مع مقاومة الانسولين. قرايات من 130 على 80 فيما فوق قد تكون اعراض من مقاومة الانسولين. واصلا 50% من مرضى الضغط عندهم مقاومة انسولين، و80% من مرضى السكر عندهم الضغط. تالت عرض عندنا هو ان تحليلك للسكر وانت صايم يكون اعلى من 100 ملغ لكل ديسيليتر، او بالبلدي يكون تحليلك للسكر وانت صايم اعلى من 100. ورابع عرض عندنا هو الدهون الثلاثية. تحليل الدهون الثلاثية وانت صايم لو تعدى ال 150 ملغ لكل ديسيلتر ده ممكن يكون عرض من اعراض مقاومة الانسولين. اما خامس عرض عندنا ال HDL او الكوليسترول الطيب. لو عندك الكوليسترول الطيب اقل من 40 ملغ لكل ديسيلتر للرجالة او 50 ملغ لكل ديسيلتر للستات، ده ممكن يكون عرض من اعراض مقاومة الانسولين. وطبعا البقع البني والتصبغات على الجلد والزيادات الجلدية اللي كلنا عارفينها خلاص. وفي اعراض تانية شعورية شوية زي العطش مثلا، وده لان السكر العالي بيسحب الميه من الخلايا. وعندك التنميل في الاطراف لان السكر العالي بيدمر الخلايا العصبيه. وعندك كمان دخول الحمام كتير اكتر من المعتاد بالنسبه لك، وده لان السكر لما بيكون عالي بزياده الكلى نفسها بتحاول تتخلص منه فبتشد عليه السيفون، وده طبعا بينزل ميه زياده وبيرجعنا للعطش تاني برضه. طبعا كل دي مجرد اعراض، وواضح ان انت ممكن ما تحسش بيها، وواضح انها ما تغنيش عن ان انت تكشف وتحلل علشان تتشخص بدقه يعني. طب تعال نشوف بقى كمان مين الناس الاكتر عرضه انها يجيلها مقاومه الانسولين. عندك الناس اللي عندها سمنة، وده منطقي بأمارة ان الجناب الكبيرة عرض من الاعراض بتاعت مقاومة الانسولين. الناس اللي مش اكتف وما بتتحركش كتير في يومها، والناس اللي عندها تكيسات المبايض او دهون على الكبد، دي من الامراض اللي بتدعو مقاومة الانسولين برضو. السن كمان، السن من العوامل الاساسية برضو، يعني احتمالية انك يحصل لك مقاومة انسولين بتكون اعلى في سن ال40 فيما فوق. وفي كمان شوية ادوية برضو ممكن تسبب مقاومة الانسولين زي الكورتيزون، فنخلي بالنا دايما وما نستخدمش الكورتيزون من دماغنا كده، ولازم يكون تحت اشراف دكتور. طيب احنا كده خدنا بريف عن ايه هي مقاومه الانسولين، بتحصل ازاي وبتحصل لمين. طرق العلاج بقى، هل في ادويه بتعالج مقاومه الانسولين؟ ايوه اكيد في ادويه بتعالج مقاومه الانسولين، بس دي تحت اشراف الدكتور بتاعك. الكاتش بقى ان العلاج الدوائي مش كافي ان هو يعالجك لوحده مدى الحياه، فركز معايا في باقي الحاجات اللي هتكلم فيها عشان تظبطها في اللايف ستايل بتاعك عشان تشفى تماما من مقاومه الانسولين وما يرجعلكش تاني. اول حاجه لازم تعملها لو انت عندك مقاومه انسولين ان انت تشوف لو انت اوفر ويت وتخسر الوزن الزايد وتنزل الجناب والكرش. طبعا اهم حاجه للتخسيس هي الدايت، وطبعا الدايت هو اسهل حاجه تقدر تتحكم بيها في مستويات السكر بتاعتك. تعال نراجع مع بعض انواع الدايت ونشوف انه دايت هيكون مناسب ليك اكتر علشان يعالج مقاومه الانسولين. الدايت نوعين، واول نوع فيهم هو دايت المنع، ان انت تمنع شويه حاجات زي اللو كارب دايت، الكيتو دايت، واللو فات دايت. هنا احنا بنمنع كربوهيدراتس او بنمنع فاتس، وده فكرته باختصار انك لما بتمنع حاجه من الحاجات دي غصب عنك بتلاقي نفسك اكلت اقل من اللي انت بتحرقه او اقل من اللي انت كنت بتاكله فبتخس. خليك فاكر ان دايما خساره وزياده الوزن هتعتمد في الاخر خالص على السعرات الحراريه، وانت بتاكل سعرات اقل ولا ازيد من اللي انت بتحرقها. مفيش دايت سحري. تاني حاجة الدايت المقيد، وهنا انت بتكون مش مانع حاجة ولكن مقيد نفسك مثلا بسعرات معينة، او تكون مقيد نفسك بوقت معين في اليوم هو اللي تاكل فيه وباقي اليوم ما تاكلش، زي في الصيام المتقطع كده. فيبقى في وقت محدود جدا في يومك هو اللي انت مقيد نفسك تاكل فيه، فبالتالي المفروض انك تاكل اقل من اللي انت بتحرقه. اي دايت بقى من الانواع اللي انا اتكلمت عليها دي كلها لو انت عرفت تستمر عليه فتره كافيه وتطبقه صح فتخس هيشتغل معاك وهيفرق طبعا في مقاومه الانسولين، دي ما فيهاش كلام. بس في كاتش هنا محتاجين نركز فيها شويه. اللو كارب دايت ممكن تفتكر ان هو هيجيب نتيجه افضل، وده حقيقي لكن على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد كلهم ما يفرقوش عن بعض لو عرفت توصل للنتيجه المطلوبه وهي ان انت تخس.
خلي بالك كمان انت وانت بتحسب سعرات علشان تخس، انت فعلا ممكن تبقى فليكسبل وتاكل اي حاجه، بس كل ما هيكون اكلك معظمه جانك فود كل ما هتلاقي الدايت بتاعك صعب جدا، وهتلاقي نفسك بتحتاج تاكل كميات قليله جدا من الجانك فود ده وتبقى خلصت الكالوريز بتاعت يومك. وكمان هتلاقي نفسك جوعت اكتر ومحتاج تاكل من الجانك فود ده اكتر واكتر، لان هي دي طبيعه الجانك فود. والحل هنا هيكون الاعتدال طبعا. اما الحاجه التانيه اللي هنحتاج نظبطها عشان نعكس مقاومه الانسولين تماما هي الحركه. الحركة اليومية والرياضة من الوسائل السهلة اللي انت تقدر تستخدمها علشان تتحكم في مستويات السكر والانسولين. بس خلينا نبدأ بالحركة بشكل عام الأول، بلاش الرياضة. انت لو عندك مقاومة انسولين او زيادة في الوزن او الاتنين مع بعض، فانت محتاج تقعد مع نفسك وتشوف انت فعلا بتتحرك في يومك ولا قاعد طول اليوم مأنتخ، علشان في الاغلب انت ما بتتحركش كتير. والحل بسيط اليومين دول، سواء لو معاك ساعة سمارت او حتى تليفون تقدر تعمل تراك لخطواتك كل يوم. وكل يوم حاول توصل لمن 8 ل 10,000 خطوة في اليوم مبدئيا. ده مش رياضة، دي حركتك اليومية. اصلك بجد يعني انت جسمك مش متصمم ان هو يفضل قاعد طول اليوم مأنتخ ويقعد ياكل في كالوريز. احنا طول عمرنا على مر التاريخ بنجيب الكربوهيدرات والسكر بصعوبة، وطبعا ما بيكونوش موجودين لوحدهم، بيكونوا موجودين في الفاكهة اللي مليانة الياف وفيتامينات. وكمان بقى الانسان زمان كان بيحتاج يستخدم النشويات والسكريات القليلة دي في الحركة علشان يصطاد، مش يتحرك كده يتمشى حتى. انما احنا دلوقتي عمالين ناكل واحنا قاعدين، فالكلام ده لازم يتغير لو عايز فعلا تحسن من صحتك. نبدأ نتكلم بقى في الرياضة. الرياضة أنواعها وأشكالها كتير وكلهم ليهم دورهم في تنظيم السكر والأنسولين. أنت عندك الكارديو العادي والهاي انتنستي انترفال تريننج، وعندك تمارين المقاومة اللي هي الحديد. فأشكال الرياضة لا حصر لها فعلا، وأي نوع منهم لو التزمت بيه هيفيد صحتك وعقلك وممكن يغير حياتك حرفيا، لأنه هيعلمك الالتزام والانضباط. بس أنت مش لازم تتمرن كل حاجة ولا لازم تتمرن كل يوم. تمرين 3 ايام في الاسبوع كافي جدا، وكل تمرين لو خليناها نص ساعه ده كافي جدا وهتاخد فوائد التمرين العاديه. ولكن للامانه العلميه لازم تبقى فاهم ان اكتر حاجه بتزود حساسيه الانسولين اللي هي عكس مقاومه الانسولين هي تمارين الحديد. حرفيا تاثير تمرين الجيم على حساسيه الخلايا للانسولين لحظي وبيحصل بسرعه جدا جدا. بلس كمان ان زياده العضلات على المدى الطويل هتخلي الميتابوليزم بتاعتك تتحسن، وطبعا حساسيه الانسولين هتتحسن. واخر حاجه ممكن تعملها هي ان انت لو ما بتنامش كويس تبص على المشكله وسببها وتحاول تحلها. وممكن الفيديو اللي انا عملته قبل كده عن النوم يساعدك، ولو ما ساعدكش روح لمتخصص. مهم في الاخر تحل مشكله النوم، لان ليله واحده بدون نوم كافي تكفي ان هي تبوظ لك حساسيه الانسولين وتلخبط لك الميتابوليزم خالص كمان، وده كلام قتل بحثا. ممكن يبان ان الكلام ده سهل جدا، ولو الموضوع بالبساطه دي ليه في ناس بتعاني؟ وده عشان الموضوع كفكره بسيط، انما كتنفيذ محتاج انضباط والتزام، ودي حاجه صعبه. والانتخه سهل وحلو. اشوفكوا على خير.